تسولف لك معد تكون عدها لسان، تسولف لك معدتي وتحاكمنا على حقها وتنفصل مني، أجوعها بكرامة. ما أقدر والله يا أخي، ما أقدر. منتدى الغري للدارمي والأبوذية في النجف الأشرف الموسم الثاني. أما المفاجأة للنجف من طويت عافيتي ماهي، للنجف من طويت عافيتي ماهي، ردوها للجنبية من حلق راهي. الله. وعلى ما يقرأ شيخ راهي الله شاهد، أريد الجنبية من حلق. يلا استقبلوا الشيخ بحفاوة التصفيق. للنجف من طويت عافيتي ماهي، ردوها للجنبية من حلق راهي. يلا جمهورنا العزيز، يا ريت هدوءكم والجلوس في أماكنكم حتى يتلو عليكم أنا وشاعرنا الكبير. أنتم نعم العشيرة، ابشر ابشر. أنا من عشيرة الأدب. تربيت يل من زغرك بقلبي، تربيت الجفن مشبوح ولدربك، تربيت ما اريد قصر عالي، تربيت الفقر وياك جنة يصير لي، لا عالسلف مريت لا قلت هنا، ويا القطع يا ما بيك ذرة محنة، شايل وجع وجروح تنوخل بعير، شايل وجع وجروح تنوخل بعير، اضحك وما يقرون وجه المساير، باقوا عبات صغار غشهم غواهم، باقوا عبات صغار غشهم غواهم، الدوف لو ضراع تسحل وراهم. ما توصل لها ذراع يدون بالذات، ما توصل لها ذراع يدون بالذات، خاتشية ابن الغيث بيها الوقت بات. يتاسم الزيانات والشيانة ما هي، حظ العشيرة يزود البيهات. يا مسامح الغلطان، يا مسامح الغلطان في جيود الاكساس، يا مسامح الغلطان في جيود الاكساس، لو للامامه تروح ترضى ويا جساس. شح الفزع يا حيف ومقربنا الخيل،
شح الفزع يا حيف وما تصل داير حول ذيك التجبليل ما نور مشبش الخيل ابشر يا ابن ناظور مشبش الخيل وكل ما نزريت وياك توقع بشاتين انت من ما تنفذ الله يرحمك انك بالصاله والتابوت جن السلف شار وابكي بعقل زعطوط ما كنا رجال انا والد عايش بموت عليها قلت كون انحط بتابوت وانشد بالاحبال ولا اشوف الام تموت قدامي تنشال تاريخك مكتوب والد قريته مثل الصقر مهيوب شخصك لقيته. جمهورنا الوقت لا يتسع لإبداعكم، خليه يقرأ الشيخ وبعدين المفاجأة، مو طال المقام بينا. بارك الله بكم، تفضل شيخنا. علمته السوالف من أليف وباء وتغاوى ونساني ورد يعلمني شلماتي ولقفها وقمت اقل استاذ ويحاكين بقباحة من يجابني اظل صابر لباكر وانطر الوجدان وارضى من الضمير اش ما كتب عني ما صيد الصغيرة ودوم صيد كبار ويظل صولي بيميني والعب بفني إيه نقطب جمينك والعمر لحظات ويظل بس الحديث وينتهن ذني تسولف لك معد تكون عدها لسان تسولف لك معدتي وتحاكمنا على حقها وتنفصل مني أجوحها بكرامة ما أقدر والله يا أخوي ما أقدر تسولف لك معد تكون عدها لسان وتحاكمنا على حقها وتنفصل مني أجوحها بكرامة وجوع حد الجوع لمن تزعل علي تريد تاكلني واضحك للقصدن بغير راحة بال ومثل ابتسامة وبينت سني أسولفهن صراحة ولا ورا البيبان لا ضمهن عليك ولا يغثني يا عون اللي صادج رتبة التقدير وكلماته بمكانه يا عون اللي صادج رتبة التقدير وكلماته بمكانه بماتمه تغني لا سعر الرماد يصير سعر النار ولا زور الخنادج قيمة البني لا سعر الرماد يصير سعر النار ولا زور الخنادج قيمة البني لا جذرك نشيط تصير مثل العيط وتقول على العواصف دوب هالزني يا هرش القرط يا هرش القرط من غير نفخة تطير خاف ازعل وعورك ليش تزعلني يا هرش القرط من غير نفخة تطير خاف ازعل وعورك ليش تزعلني تتباهى بقميصي ومو قدار عليك طرست بعذاب وحطرت ووني تلغيني بحياتي شلون هاي تصير وانا لها كبرنا تريد تسحني
على الطارش بعدنا وبالحزم كرخان، على الطارش بعدنا وبالحزن كرخان، وبعد نبشر نقل الجاي متعني. أنا ابن المضيف الضاب الديوان، أنا ابن المضيف الضاب الديوان، وغربيل الليالي شلون يهوني، خذن من السعادة وما نمت مرتاح، بس حنن علي وردن الطني، صرت مثل السنابل من تقع بالقاع، مجبورة المناجل كون تندني. خن قبال عينك لا تروح بعيد، وخذ عين برضاتي من تواصلني، إلك كل الجرايد والفضائيات، ولك حتى اتحادك لا تسجلني، أظل فكرة وقصيدة وي ضمير الناس، وظل خادم وموتا علي جامني، وظل شاعر كيان موش وصلت خام، هيهات على ذوقك ما تفصلني، هيهات على شكرا جزيلا للكبير والشيخ الأستاذ الشاعر راهي سعيد الناطور.